السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قاسم بأول مقطع بالقناة. مقطع عشوائي، مش داري إيش أقول، مش داري إيش أسوي، لكن لازم أقتل نفسي ولازم أرمي نفسي عشان أنجح بإذن الله تعالى على مدار 5 سنين، على مدار السنين الواقية. المحتوى اللي بقدمه صراحة أفكر بمحتوى قصص، من محتوى عشوائي كذا جميل يريحك، ما في بوش منتهج بشكل مبالغ فيه يخليك يعني تكره أبو حياتك. لا، منتج بسيط خفيف يريح قلبك، يبرد على قلبك، مع قصص واقعية وأشياء تخليك ترتاح. فهمت المقطع اللي تأكله مع الصباح؟ وأنا مش داري إيش أتكلم بشكل سريع وما شاء الله مش قاصد أخط بأي كلمة. ما شاء الله، قل يا غاسل الآن صباح كيف تشرب ينزل، والله ما لك دخل يا عزيزي المتابع. يعني أنت يعني لو تشوف فطورك الآن، طبعا اللي أنت قماوي أنا ماليش دخل، لكن إذا أنت يعني حاجة حد عادي، والله شوف فطورك وقارن فطوري بفطورك. والله يا جماعة الخير، شفت أنا أتوقع هذا الشيء منتشر آخر فترة، اللي هو قصة القعقاع. الله يرحمه ويتوف ويجعل مثواه الجنة بإذن الله، وتغشاك الرحمة بإذن الله يا قعقاع. لكن مستغرب إنه اليمن وصلت للمرحلة هذه، وأنا عايش في بلادي المعلومية. أنا حد يحسب إني مغترب في مدري إيش من دول، أنا عايش في بلادي. إنه بلادي وصلت للمرحلة هذه، إنه شخص عشان 2000 ريال، تعرف كم 2000 ريال؟ يعني 1 دولار. يعني عشان 1 دولار مستعد يروح يخاطر بنفسه عشان يسجل اسمك، وبعض الناس يروحوا يهربوا عليه وبعض الناس يسرقوه. يعني أنت إيش شعورك الآن لما حصل هذا الشيء؟ كيف ضميرك، كيف قلبك مسامحك؟ أنا لو مكانك والله العظيم إني لا أروح لعند أهله وبتبرع بدل الدولار هذا 10 دولار. أتوقع اليمنيين يعني فاهمين كم الصرف وكم الحسبة. فهمتوا كيف؟ بس أنا قاعد أشرح بشكل مبسط كثير للي في الخارج، يعني إذا حد تابع مقطعي من خارج اليمن. فوالله مستغرب، والله العظيم الله يرحمه، المقطع أقسم برب الكعبة إنه مؤثر على القلب بشكل مش طبيعي. الله يرحمك. لكن أحس الجو رجع كئيب شوي كأول مقطع. خلينا نغير ما فكرة جديدة، خلينا الآن نجيب قصة جديدة. طيب يا شباب، الفترة هذه أنا قاعد أعاني بشكل مش طبيعي، والله بشكل مش طبيعي. النوم يعني مخربط عندي. يعني فهمتوا كيف؟ تعرف الدمار الكوني في النوم؟ تعرف الفترة اللي تجيك بعد الامتحانات، بعد ما تسهر يعني فترة كبيرة في الامتحانات، وتجيك فترة كده يمكن أبو أسبوعين تحاول تضبط نومك ولا يضبط، بس بعدين لما يضبط يشتغل عندك البرايم في الحياة، تولع بكل حاجة. وعلى طاري النوم، والله العظيم إن النوم مؤثر علي بشكل كبير. بتقول لي يعني بإيش يمكن مؤثر عليك كإنسان مكمل دراسة وجالس على بيت وماش معه أي شيء يسويه؟ والله يا عزيزي المتابع، أنا مش زي الباقي. ألا أنا زي الباقي صراحة، لأني كده بعرف ليش. أنا إنسان زيك، بس قصدي مش زي الأغلبية اللي يضيعوا وقتهم في التفاهات وفي قيس الشارع والأشياء هذه. أنا إنسان مركز على نفسي. يعني في الإجازة الآن أنا حرفيا بجلس بدرس للصف الجديد، أو الصف الجديد اللي بأدخله بإذن الله. آه وكمان قاعد أصور مقاطع يوتيوب، أشتغل على اليوتيوب، لأني داري إنه هذا الشيء حاليا من أكثر الأشياء اللي يمكن تنجح. وبعد 5 سنين ما يكون زي الآن. الآن نحن في طفرة اليوتيوب، الطفرة اللي ما حد يحس بها الآن، لكن في المستقبل إن شاء الله لما يجي الفترة دي في المستقبل، قول له أوه يا ريتني بديت. قول بعدين أنا بديت. شوف أنا كيف بديت. أتمنى منك يا عزيزي المتابع إنك تبدأ. إيش معك بالحياة؟ لا معك ولا حاجة، جالس إجازة الآن ولا معك أي شيء تسويه. فوق ذا كامل، خليك من مقاطع اليوتيوب. أخوك العزيز داخل نادي ملاكمة. يعني أول يوم دخلت نادي ملاكمة، يا رقم مش أول ما دخلت نادي الملاكمة، أول ما كلمت المدرب إني يمكن أدخل نادي الملاكمة، رحت سجلت على الانستغرام بوكسينج مع مع إشعال ملاكمة. أنا مولع لآخر. تقول لي هذا كامل، تعرف إيش حصل بعدها؟ مرتش إلا يوم واحد والله العظيم، في أسبوع كامل. أقسم بالله العظيم إن الظروف خسفت بي خسف يا جماعة الخير. والله، والله العظيم إنه مش من مزاجي. لو إنه مزاجي أقسم بالله بروح. وتمارين كثير صاحبي حسترني تحسير على الموضوع. أفضل شي لما تروح أفضل شي لما تروح ويكون معك صاحبك صراحة يحمسك يخليك تستمر في الموضوع. إن شاء الله اليوم بروح. أنا اليوم مسوي 3 أشياء عشان أضبط كل الحاجات: أصور مقطع يوتيوب واللي هو أول مقطع، أعمل تحدي 24 ساعة سهر لما الليل عشان أعد نومي. اليوم إن شاء الله نقدر نصلح هذه الأشياء كاملة، لأني إذا قدرت بإذن الله تعالى إني أضبط نومي أولا، وثانيا أدخل تدريب بوكسينج ولا أخرج، يعني أشتغل على نفسي شغل جبار، وثالثا أقدر أضبط نومي، وأخيرا أرجع الحياة طبيعية. أقوم الصباح، أجلس الظهر، أتغدي، العصر أروح أتدرب، أروح المغرب أدرس،
بعدين مع الليل أنام نوم اللي بيجيك الله. بعدين خميس يكون معي إجازة تريح فيها تستمتع تجرب كل شيء. أقسم برب الكعبة إن الإجازة يكون لها طعم لما تشتغل على نفسك. لما تجيب إجازة تحس كده، تحس بضخامة الإجازة، تح- تحس إنك مش إنك ضبحت من الإجازة. يلا تعال اعمل اشتغل. بعطيك دقيقة شوف، بعطيك بوكس يعني ده. تقص اللقطة صدق بالله إنك تقص اللقطة، ولا أنا بقص بعدين ما ببديك والله ما أخلي حد بس. فتقول لي يا قاسم ليش أنت الآن شبه معرق يعني، رشاح وعرق، يا رب إنه يبان شفتكم. والله يا أخوي المتابع ويا عزيز المتابع، أنت في اليمن. يعني مش أنت، أنا قصدي على نفسي، يعني أنا أتفرج لنفسي الآن وأقول أنت في اليمن. يا أخوي أنت في اليمن يعني لا تسويش فيها حبة ونص منك يعني، فهمت؟ وهذا مقطعنا اليوم، أتمنى تعمل لايك اشتراك والله العظيم إني يعني مش فاهم كثير يعني، الا استغفر الله انا فاهم في اليوتيوب. بس يعني يا رب نقدر ننجح. واول مقطع اعذروني لو في لخبطه في الكلام، في لخبطه في القصص، الفكره عشوائيه وكلش عشوائي. بس باذن الله اني اقدر اقدم محتوى جبار في المستقبل. وسلامتك.